فكرة إن الواحد يبقى ماسك ريموت كنترول ليومه دي فكرة عظيمة، صح؟ إن كل ساعة يبقى ليها معنى ومفيش لحظة واحدة تضيع. طيب، في الشرح ده هنقدم إطار عمل بسيط جدا وعملي عشان نقدر نستعيد السيطرة دي على يومنا ونخليه بجد يكفي كل حاجة نفسنا نعملها. كام مرة الإحساس ده جالنا؟ اليوم بيخلص وبنلاقي نفسنا ما عملناش أي حاجة مهمة، وبننام وإحنا حاسين بضغط رهيب وتقصير. الشعور ده محبط قوي بجد، لكن الخبر الحلو إن الحل صدقوني أبسط بكتير مما نتخيل. بصوا، كلنا بنحلم باليوم المثالي ده، يوم كله سيطرة وتركيز وفي آخره إنجاز. لكن للأسف الواقع غالباً بيكون قصة تانية خالص، ضغط، تشتيت، وفي النهاية ندم على الوقت اللي راح. طيب، إيه السبب في الفجوة الكبيرة دي؟ والأهم، هل ممكن نقفلها؟ أول حاجة لازم نتفق عليها إن المشكلة مش في الوقت خالص. كل الناس على الكوكب عندهم نفس ال 24 ساعة. الفرق الحقيقي فين بقى؟ في طريقة تفكيرنا، في قراراتنا. السيطرة بتبدأ من جوه، من هنا. تخيلوا معايا كده إن اليوم بتاعنا ده سفينة. لو بدأنا اليوم من غير أي خطة واضحة، بنكون عاملين بالظبط زي قبطان طلع بالمركب بتاعته في عرض البحر من غير خريطة. هيفضل يتحرك كتير قوي ويحرق بنزين، لكن في الحقيقة هو بيلف في دواير في مكانه، وفجأة هيلاقي الليل دخل واليوم خلص وهو مش عارف هو راح فين ولا جه منين. طيب، عشان نحل أي مشكلة لازم الأول نعرف عدونا. وفي حالتنا دي إحنا عندنا 3 حرامية محترفين بيتسللوا كده ليومنا وبيسرقوا أغلى حاجة عندنا، وقتنا وتركيزنا. يلا بينا نتعرف عليهم واحد واحد. الحرامي الأول، وده يمكن أخطرهم، التشتيت. الموبايل، النوتيفيكيشنز، الرسائل، المكالمات، ده جيش كامل بيحارب تركيزنا كل ثانية. ممكن نكون في قمة تركيزنا على حاجة مهمة، لكن إشعار واحد من فيسبوك كفيل إنه يهدم كل اللي بنيناه في ثواني. خلوا الجملة دي في بالكو، اللي بيشتت انتباهنا بياكل من مستقبلنا حتة حتة. نيجي بقى للحرامي التاني، وده وهم كبير قوي عايشين فيه: المالتي تاسكينج أو تعدد المهام. بنحس إننا سوبر هيروز وإحنا بنعمل كذا حاجة مع بعض، لكن الحقيقة المرة إن عقلنا مش كمبيوتر. لما بنقسم تركيزنا بين كذا مهمة، ده عامل زي ما نكون بنحاول نملى كذا كوباية مية في نفس الوقت بإبريق واحد. أكيد النتيجة هتبقى فوضى ومية مدلوقة في كل مكان. وده بقى الحرامي الصامت اللي بيسرق من غير ما ناخد بالنا. جملة هبدأ بكرة أو طيب كمان شوية دي جمل بتسرق أحلامنا وفرصنا قدام عينينا. والمصيبة إن كلمة بعدين دي في أغلب الأوقات بتتحول لكلمة أبداً. طيب، تخيلوا معايا الرقم ده. في المتوسط الشخص العادي بيضيع حوالي 3 ساعات كل يوم في حاجات يعني ملهاش أي لازمة. بعملية حسابية بسيطة قوي، ده معناه حوالي 1000 ساعة في السنة. 1000 ساعة، متخيلين؟ 1000 ساعة ضايعة كان ممكن نتعلم فيهم لغة جديدة أو نبدأ مشروع صغير أو حتى بس نرتاح ونستمتع بحياتنا. رقم مرعب. تمام، كده عرفنا المشكلة وعرفنا مين الحرامية. السؤال المهم بقى، إزاي نقدر نحاربهم ونستعيد يومنا؟ الحل في 3 قواعد بسيطة وعملية جدا. اعتبروها خريطة الكنز اللي هتوصلنا لليوم المثالي اللي بنحلم بيه. الموضوع بجد أبسط مما نتخيل. أول حاجة، بالليل قبل ما ننام نكتب أهم 3 حاجات لازم نخلصها تاني يوم. ده بيدينا وضوح رهيب أول ما نصحى. تاني حاجة، نقسم يومنا بلوكات أو فترات زمنية، فترة للشغل المركز، فترة للراحة، فترة للمشاريع الشخصية، حتى السوشيال ميديا يتعمل لها وقتها المخصص. تالت حاجة، ودي مهمة قوي، بعد ما نخلص كل مهمة لازم نكافئ نفسنا. المكافأة دي هي اللي بتعلم عقلنا إن الإنجاز ده شعور حلو وبتخليه عايز يكرره تاني. والنقطة دي بالذات الأبحاث بتأكدها. قوة قاعدة ال3 دي مش هزار. مجرد التركيز على 3 أولويات بس ممكن يزود إنتاجيتنا بنسبة توصل ل 40%. الموضوع يا جماعة مش بالكمية، الموضوع كله في التركيز والكفاءة. وهنا بقى بنوصل لأهم نقلة في طريقة تفكيرنا كلها. كلنا مركزين على إدارة الوقت، بس بننسى حاجة أهم بكتير: إدارة الطاقة. الطاقة هي البنزين الحقيقي بتاعنا. لو معانا يوم كامل فاضي بس طاقتنا صفر، مش هنقدر نعمل أي حاجة خالص. فكروا فيها بالطريقة دي. الوقت هو كوباية، كلنا معانا نفس حجم الكوباية دي 24 ساعة، لكن الطاقة هي المية اللي بنملى بيها الكوباية. احنا نقدر نجدد طاقتنا ونزودها، لكن مستحيل نزود عدد ساعات اليوم. الحاجات اللي هنقولها دي مش رفاهية أبداً،
دي هي الأساس اللي بنبني عليه يومنا كله. نوم من 7 ل8 ساعات، أكل صحي، حركة منتظمة، وشرب مية كفاية. دول هم الأسلحة بتاعتنا، دول البنزين اللي بيشغل الموتور. من غيرهم مهما كانت الخطة عبقرية، العربية هتقف في نص الطريق. أول ساعة في اليوم هي اللي بتحدد مسار ال 23 ساعة اللي بعدهم. لو بدأنا اليوم بإننا نمسك الموبايل ونفتح سوشيال ميديا وأخبار، يبقى إحنا كده بنسلم مفتاح يومنا للتشتيت والفوضى. لكن لو بدأنا بالروتين صباحي بسيط زي شرب مية، ترتيب السرير، مراجعة الخطة، يبقى إحنا اللي بنبدأ اليوم وإحنا القادة. البداية الصح بتخلي اليوم كله يكمل صح. طيب جميل، عملنا كل ده وحطينا خطة مثالية، لكن أكيد هيجي يوم وكل حاجة تبوظ. ده طبيعي جدا وهيحصل. السؤال بقى، إيه اللي بيحصل وقتها؟ المهم مش إن الخطة تبوظ، المهم إزاي بنتعامل مع اللحظة دي. كلنا جربنا الإحساس ده، مفيش كلام. يوم بنكسل فيه بنتشتت واليوم كله بيبوظ، وبنحس وقتها بإن كل مجهودنا راح على الفاضي وإننا رجعنا لنقطة الصفر تاني. لكن الحقيقة إن الفشل ده مش هو النهاية أبداً. النقطة المهمة قوي هنا هي دي: الفشل مجرد جرس إنذار، بيقول لنا إن في حاجة في الخطة محتاجة تتعدل. المشكلة الحقيقية مش إننا نقع، المشكلة الحقيقية إننا نفضل على الأرض ونقومش تاني. والجملة دي بتلخص كل حاجة. الاستمرارية أهم من المثالية. إننا نمشي كل يوم خطوة صغيرة حتى لو بنقع ونقوم، أحسن مليون مرة من إننا نفضل واقفين مستنيين الطريق المثالي اللي عمره ما هيجي. النجاح في الرحلة دي للي بيكمل، مش للي بيبدأ بداية عبقرية. مفيش حاجة اسمها الوقت المناسب أو الفرصة المثالية، الكلام ده مش حقيقي. كل دقيقة بتعدي علينا يا إما بتقربنا من هدفنا يا إما بتبعدنا عنه. القرار لازم يتاخد دلوقتي، والخطوة الأولى لازم تتاخد دلوقتي. وده السؤال الأهم اللي لازم كل واحد فينا يسأله لنفسه. التغيير الكبير مش بيحصل فجأة، لكنه دايما بيبدأ بخطوة واحدة بس، خطوة صغيرة. إيه هي الخطوة دي اللي ممكن ناخدها دلوقتي؟ ممكن تكون إننا نكتب أهم 3 مهام لبكرة، أو نقرر نقفل الموبايل لمدة ساعة واحدة بس. الخطوة الصغيرة دي هي اللي بتبني كل حاجة جاية. المستقبل بيبدأ دلوقتي، والقرار قرارنا.